السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأكلة النهاردة مفيدة جدا، صينية جميلة قوي. هنجيب التوم وهنجيب البصل كده ونحمره، ناخده تشويحة بسمنة أو بزيت زي ما انت عاوزة. هتجيبي كمان الحبار أو السوبيا، هتحمريها برضو معاهم في الأول عشان هي بتاخد نار شوية. وهنحط عليها البهارات، فلفل وبصل بودرة وتوم بودرة. وبهارات الجمبري لو انت بتحبي تحطيها براحتك خالص. البهارات زي ما انت عايزة. شوية مية صغيرين خالص يستوى فيهم. بعد كده بعد ما يستوي شوية صغيرين نحط الطماطم ونقلب كده ونشوحها شوية. خدت غلوة كده خلاص هنحط الشوربة بقى، علشان ده المعيار الرز اللي هحطه. حطيت الملح كده وظبطته. حطيت كمان جمبري مقشراه. غلى غلوة كده. حطيت طبعا الشوربة اللي هي بالقشور الجمبري اللي انا قلت هعمل بها كذا أكلة. وحطيت كمان الرز، وطبعا ده معيار الرز. وده رز بسمتي هياخد قده مية. هنحط برضو الجمبري اللي بقشوره كده وهنسويه كده على الوش كله. وهنجيب كمان الجندوفلي برضو ونحطه. ما انا قلت دي صينية متكاملة ومفيدة جدا بالمنتجات البحرية اللي عندك. حطيت كمان الفلفل الالوان بالمنظر ده، وبعد كده هحطه في الفرن. هاخد وش كده ويبقى شكله جميل اهو. شوفي السبك وبقى جميل واخد وش كمان من النار اهوت بقى في الفرن. حلو قوي وطعمه جميل قوي ومفيد جدا. بصراحة أكلة متكاملة ومفيدة وجميلة قوي. شكرا ليكم لمتابعة الفيديو، والسلام عليكم.